يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين. اليوم رح نعمل تورتة التفاح بطريقة كتير سهلة، بدون زيت وبدون زبدة وببيضتين بس. رح نحط بيضتين بحرارة الغرفة، نص كاسة سكر حبيبات، رح نحط لهم ظرف فانيليا. هلا رح نخفقهم كتير منيح. هلا بعد ما خفقناهم وصار لونهم هيك فاتح، هلا رح احط لهم نص كاسة حليب كمان بحرارة الغرفة. رح اعمل لهم تحريكة بالحليبات. هلا رح احط لهم كاسة طحين وظرف بيكنج باودر. هلا رح نحركهم كمان بالطحينات. هلا هيك القوام صار جاهز معنا. هلا رح نحطه على جنب ونجيب التفاحات ونقشرها. هلا بعد ما قشرنا التفاح رح نقطعه هيك. هلا بعد ما خلصنا تقطيعهم، هلا رح جيب القالب حاطط فيه ورقة زبدة، رح فضي فيه الخليط اللي عملناه. هلا بعد ما فضينا القوام، هلا رح نصف التفاحات فوقهم. وانتم بتصفوهم بالشكل اللي انتم بتحبوه. هلا رح احط بصحن صغير نص معلقة صغيرة سكر، ورشة صغيرة قرفة ناعمة. رح حركهم. هلا رح نرشهم فوقهم. هلا هيك صارت جاهزة معنا. هلا رح فوتها على فرن محمى على درجة حرارة 180 حوالي نص ساعة، شغال بس من تحت. وهيك اخواتي بعد ما صارت جاهزة معنا، اكلت معي 30 دقيقة بالفرن، 25 دقيقة و5 دقايق تحمير وجه. هلا ما ضل غير زينا بسكر بودرة. لازم نزينها وهي سخنة عشان يلزق سكر البودرة عليها. هلا رح نخليها على جنب لحتى تبرد معنا. وهيك اخواتي بعد ما بردت معنا صارت جاهزة، ما ضل غير نقطعها ونشوفها مع بعض. شوفوا لي اخواتي ما احلاها. هيك وصفتنا اليوم صارت جاهزة، ان شاء الله تعجبكم. ولا تنسونا بالمتابعة واللايك، وصحتين وهنا للجميع.